السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا اللي حصل مع الشاب اللي خبط عربية الزفة. احنا هنقول كلمتين ويا رب الرسالة توصل. يا جماعة، كلنا بنحب الأفراح ومن حق أي حد يفرح بليلة عمره، بس هنا في نقطة. احنا بقينا بنشوف حاجات بتحصل في الشوارع تحت بند الفرحة بدأت تخرج عن السيطرة وتتحول لخطر بجد. الفيديو اللي انتشر مؤخرا ده يعني هو مجرد نموذج، لكن المشكلة أكبر بكتير. فكرة إننا نقفل الطريق أو نستخدم عربياتنا في أعمال استعراضية وتهور، أو حتى إننا نعتدي على أي حد لمجرد إنه اعترض على تصرف غلط، دي ما اسمهاش فرحة، دي اسمها بلطجة. يا جماعة، الفرحة عمرها ما كانت بالتعدي على خصوصية الآخرين، ولا بالتعدي على خصوصية الطريق العام، ولا بتهديد حياة الناس اللي ماشية في الشارع. احنا محتاجين نتكلم ونفهم على حاجة مهمة جدا. أول حاجة هنتكلم عنها القانون. ماشي، القانون بيقول إن الشارع ملك للجميع، ومفيش حد عنده حصانة يكسر إشارة مرور أو يعطل مصالح الناس عشان خاطر بس هو بيحتفل بفرحه. تاني نقطة هنتكلم بيها المنطق. الفرحة هتكمل يا صديقي بسلامة الناس، مش بإننا نتسبب في حادثة أو خناقة تخلي يوم الفرح ده يتحول لمحضر في اسم الشرطة ونهاية يعني انت هتتحبس بدل ما تكون ذكرى حلوة. تالت نقطة بقى هنبص للموضوع منها، وهي نقطة الأخلاق. الاعتداء الجماعي على أي شخص مهما كان هو غلطان ده تصرف مرفوض أخلاقيا وقانونيا. لو في مشكلة حصلت يبقى في قانون نرجع له، مش قانون الغابة هي عشان تتلموا على الراجل تعملوا فيه كده. رسالتي بقى لكل شاب يعني داخل على جواز، ولكل واحد في زفة: فرحك يا صاحبي بيبان في رقي تصرفك، مش في استعراض عضلاتك ولا في ترويع الناس. خلي فرحتك تكون علامة مميزة، مش مصدر خوف أو وجع دماغ للناس. شاركوني بقى في التعليقات ايه اكتر تصرف بيضايقكم في الافراح اللي بتشوفوها في الشارع، وهل انتوا شايفين ان الموضوع محتاج تغليظ عقوبات ولا مجرد وعي وتغيير في الثقافة؟